السلام عليكم. في ماتش مؤجل من الأسبوع الخامس بيعود النادي الأهلي للدوري بفوز كبير بخماسية مقابل هدف على نادي بلدية المحلة. الشوط الأول انتهى بتقدم النادي الأهلي بثلاث أهداف أحرزهم الوافد الجديد وسام أبو علي في الدقيقة 4 وكريم فؤاد في الدقيقة 13 ورضا سليم في الدقيقة 40. وفي الشوط الثاني أحرز وسام أبو علي الهدف الرابع في الدقيقة 48 من ضربة جزاء، والهدف الخامس أحرزه موديست في الدقيقة 72. أما هدف بلدية المحلة أحرزه حسام أشرف من ضربة جزاء. خلينا نتكلم عن أهم الحاجات اللي حصلت في ماتش النهاردة، والبداية هتكون مع نادي بلدية المحلة. أحمد عبد الرؤوف مشروع مدير فني كبير، بس هو اللي سهل الفوز الكبير النهاردة للنادي الأهلي. ليه بقى؟ ده لأنه كان فاتح خطوطه بشكل كبير، وانت إمكانياتك مع الاحترام الكامل ليكوا طبعا مش كبيرة، فكان لازم تلعب على قد إمكانيات فرقتك ومستوى الفريق اللي بتلعبه. انت نازل تلاعب النادي الاهلي، فكان لازم تكون خطتك مبنية على انك تقفل ورا بشكل قوي وتلعب على الهجمة المرتدة، وده الواقع. بس خليني اقول لك هو كده كده مفيش لوم عليه، وده علشان مستوى الفرق اللي زيه بيبقوا متارجتين الماتشات على 3 مستويات. بمعنى في ماتشات الطبيعي انهم يكسبوها، وده علشان هما بيكونوا اقوى من الفرق اللي بيلعبوها، وفي ماتشات بيبقى التارجت مش اقل من التعادل، وده لو ما كسبوش علشان بيبقوا في نفس مستوى الفريق اللي بيلعبهم. وفي ماتشات هم عاملين حسابهم على الخسارة علشان امكانيات الفريق اللي بيلعبهم بيكون اقوى، زي ماتشين الاهلي والزمالك كده. هو كان لازم يطلع باقل الخسائر، وكان ممكن ياخد نقطة على الاقل، بس في العموم هارد لك لفريق بلدية المحلة. خلينا نروح بقى للنادي الاهلي الرابح النهاردة، والبداية مع عم كولر. باختصار هو كده خرج من ماتش النهارده باللي هو عايزه وبأقل الامكانيات. بس ايجابيه كولر بصراحه في تدوير اللعيبه حاجه مهمه جدا. النهارده كان بيلعب الماتش بمعظم اللعيبه من الاحتياطي، فانك تخرج النهارده بمكسب كبير زي ده فده بيدل انهم كمان جاهزين في اي وقت، مش كلام والسلام. فشابوه للجهاز الفني كله، مع العلم كمان ان فرقة البلدية فرقة مش سهلة، بس زي ما قلنا احمد عبد الرؤوف هو اللي سهل ماتش النهاردة. توظيف عمر كمال باك شمال مكان معلول مش هينفع نعتمد عليه في المركز ده، وده لان سلبية عمر كمال انه مش بيعرف يلعب برجله الشمال زي اليمين، ومعظم الكور كان بيستلمها وبيرجع تاني بيها. حتى مع بداية الشوط التاني حاول يطلع بكورة كده بس معرفش والكورة اتقطعت منه. هو اكيد اتوظف النهاردة كده علشان ظروف الماتش مش اكتر. نروح بقى لنجم الماتش النهاردة امام عاشور. ما شاء الله، لاعب ممتع، لاعب العين تحب تشوف في الملعب، لاعب بيسخر امكانياته للفريق، وكمان عنده روح كبيرة. وانا شايف كمان انه ممكن يلعب في بعض الحالات رقم 10، وده لانه مهاري وعنده رؤية للملعب بشكل كبير. اما بقى الوافد الجديد وسام ابو علي فدي بداية قوية جدا ومبشرة جدا. احرز هدفين وده هيديله ثقة اكتر. بس في نقطة مهمة هنا، لازم المدربين او مطورين الاداء في النادي الاهلي يشتغلوا عليه ويطوروا من ادائه اكتر من كده، علشان يبقى مشروع مهاجم الفريق لسنين كتير باذن الله، وما نكررش نفس تجربة ازارو. وفي نفس الوقت هو كمان لازم يشتغل على نفسه، وانا من رأيي كان لازم يكمل لبقية الماتش وما يخرجش. بس دايما حسابات المدير الفني بتبقى افضل. في النهاية مبروك للنادي الاهلي، فوز كبير. ما تنساش تعمل لايك للحلقة واشتراك في القناة وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد. اشوفكم في فيديو جديد وانتصارات كتيرة. سلام.